بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أول مرة تشوفنا اعمل لايك للفيديو واعمل متابعة للصفحة وشير الفيديو عشان نقدر نوصل لأكبر عدد وتقدر تستفيد من الفيديوهات اللي احنا بنعملها. كلام النهاردة عن باريسة القلعة 1991 وسعرها وايه الغالي فيها وايه اللي مش غالي. اللي قدامك دي باريسة القلعة اهي، بس دي مش 1991، دي تاريخ تاني اهو. شوفها مع بعض اهي. دي باريزة 10 قروش سنة 1984. دي سنة 1984. طب اللي قدامك في الفيديو دي سعرها كام؟ اللي قدامك في الفيديو دي سعرها 3 جنيه 4 جنيه، ما تزيدش عن كده ولا تقل عن كده. 3 جنيه 4 جنيه. طب انهي النادر فيها وايه الغالي؟ النادر والغالي اللي هي نفس الشكل ده بالظبط، نفس الشكل ده بالظبط، ما تفرقش شيء، ما تفرقش شيء عن الصورة اللي قدامك دي بالظبط. بس التاريخ بدل ما هو 1984 هيبقى 1991. 1991. دي سعرها بكام؟ اللي هي 1991 دي. ال 1991 دي سعرها 7000 جنيه و 8000 جنيه على حسب الحالة بتاعتها. شرط ان يكون نفس الشكل اللي قدامك والظهر بتاعها نفس الظهر ده، نفس الشكل كده بالظبط، بس التاريخ 1991. 1991 ودي سعرها يعمل 7000 و 8000 جنيه على حسب حالتها. كل ما كانت حالتها جديدة كل ما سعرها يزيد كمان عن المبلغ اللي انا قلت لك عليه ده. اما اي حاجة اي تاريخ غير 1991 فدي سعرها 5 جنيه و4 جنيه و3 جنيه. يبقى باريسة القلعة اللي هي بتتباع غالية اللي هي سعرها 7000 و 8000 اللي هي 1991. اما اللي قدامك دي سنة 84 و85 والتمانينات كلها، كل ده سعره 5 جنيه و4 جنيه و3 جنيه. الغالية اللي هي 1991. خلاص متفقين على كده؟ متفقين على كده. يبقى الغالية اللي هي 1991. أي تاريخ غير 1991 سعرها 5 جنيه و3 جنيه و4 جنيه. لو معاك بقى أنت 1991 ونفس الشكل ابعت صورها في التعليقات وأنا أقول لك تبيعها فين، وتبيعها بالمبلغ اللي أنا قلت لك عليه، وهقول لك تبيعها فين واتواصل معاك. متنساش تدعمنا باللايك والمتابعة للصفحة، شير الفيديو عشان نقدر نوصل لأكبر عدد وتقدر تستفيد من المحتوى اللي احنا بنقدمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.